جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده هنتكلم مع بعض عن فيرب اسمه stop. الفيرب اسمه ايه؟ stop. طيب بالراحه كده، ايه الفكره في الفيرب ده؟ طيب الفيرب ده ليه طريقتين اتنين. ساعات فيرب stop بيجي وراه to والمصدر، حلو، وساعات stop بيجي وراه فيرب فيه ing. طب امتى يجي كده وامتى يجي كده؟ وهل لو اختلف في فعلا فرق؟ طيب stop لو جه وراها to والمصدر معنى كده ان البني ادم كان ماشي خلاص وقف ليه؟ عشان يعمل حاجة ومكمل طريقه تاني. ازاي؟ انا مش فاهم. يبقى انا كده عندي stop يجي وراها to والinfinitive means ايه؟ means that you stop to do something and you will complete. هتكمل. هديك example عشان تفهم. He stopped to eat at a restaurant. هو وقف عشان ياكل في مطعم. معنى كده ان هو كان ايه؟ كان ماشي فجأة وقف عشان ياكل في المطعم وهيطلع يكمل طريقه تاني. يبقى stop لما يجي وراها to والinfinite معنى كده ان البني ادم واقف وقوف مؤقت بيعمل حاجه بس هنا وهيكمل ويمشي تاني. خلاص اتفقنا؟ طب stop لما يجي وراها verb فيه ing ده معنى حاجه؟ معنى حاجه. means stop doing something، يعني وقف ان هو يعمل الحاجه دي خالص، مش هيعملها تاني. ايه ده؟ انا مش فاهم. طيب بالراحه كده، stop لما يجي وراها verb فيه ing معنى كده ان البني ادم مش هيعمل الحاجه دي، اقلع عنها، بطل يعمل كده. ازاي؟ لو بقول على البني ادم ده he stopped eating at restaurants، هو بطل ياكل في المطاعم، ده معنى كده ان هو واقف ياكل في مطعم وهيكمل؟ لا. لما stop جه وراها verb في ing زي الاكزامبل بتاعنا ده معناه ان هو بطل ياكل في المطاعم تاني. يبقى خلاصة الكلام stop لما يجي وراها to والinfinitive معنى كده ان البني ادم واقف ووقوف مؤقت بيعمل حاجة من المكان ده وهيكمل رحلته تاني، هيكمل في اللي بيعمله ده تاني. خلاص اتفقنا؟ وقف لهدف يعني. طيب stop لما يجي وراها verb في ing معنى كده ايه؟ معنى ان البني ادم ده خلاص حرم يعمل الحاجة دي، وقف تماما ومش هيعملها خالص. اتفقنا؟